انما بتاعت علي جبر هو علي جبر اللي عاملها، اللي جت في رجليه وطلعت كورنر. هات لي واحده ضاعت بقى تاني. سيبك بقى من اللي بعد الجون، احنا بنتكلم على اللي قبل الجون. فالكفه متساويه، بل ان بيراميدز كان هو ليه الغلبه في الكوره اللي هي الشناوي طلعها. ده بعد كره الكارت دي، كان بعد الهدف. ده يا حبيبي كان قبل الهدف. انا بس عشان التوقيت. لا قبل الهدف. ده بص، ده كان قبل ما الحكم يصفر بنهايه المباراه 90 دقيقه. كانت قبل المباراه. لا يا كابتن بعد الهدف يا حبيبي. لا ما نتراهن. اهي الكوره دي. دي بقى كانت في الدقيقه كام؟ هتلاقي حاجه و70 في اول حاجه و80. لان بعد كده انت لعبت اكسترا تايم. ايوه ضربه الجزاء جت فين؟ في اول الاهلي كان يكسب في الشوط الاولاني يا كابتن اول ربع ساعه، وفي الشوط الثاني فين؟ ايوه من ربع ساعه اللي مسكها. هو انت عشان مسكت الكوره ورحت وشوط واحده جت في ايد علي جبر، طب الحكم ما حسبهاش ليه؟ ما حسبهاش ليه ان هو يبقى في طرد؟ عشان الكوره شاطر قندوسي. لو في فار هيقول له ايه؟ تعالى شوفها صح. بس دي اكيد غير مقصوده يعني. امال بتقولوا ليه طرد؟ ما انتوا كل يا راجل، ما انت كله بتقول لك كده. لا هي طرد. لا مش طرد. لا مش طرد. انت بتقول مش طرد؟ انا اهو كل واحد ليه وجهه نظر مختلفه يا كابتن. هتلاقي اهلاويه كتير عندهم وجهه نظر. ده كل الاهلاويه بيقول لك، كل الاهلاويه بيقول لك طرد عشان عمل كده يعني. ماليش دعوه بقى عمل كده. انا بكلمك دلوقتي في نقطه، ماليش دعوه عمل كده عمل كده. لو في فار هيجيبه يقول له تعالى اذا كانت مقصوده ولا مش مقصوده. صح. هترجع برضو لموضوع الفار. طبعا الفار مش موجود. الفار لو موجود اقل حاجه يتواجد في حته حسين الشحات، ضربه الجزاء بتاعت حسين الشحات، ضربه الجزاء بتاع الكهرباء، الخناقه. ممكن التاكيد بمنتهى الهدوء. انا مش لازم اجيب يا عم سيبك من الاونطه دي. لا سيبك من الاونطه دي وربنا سيبك من بص اقول لك على حاجه. وعلى فكره حاجه للتاريخ يعني، بس حاجه للتاريخ. لو انت يا كابتن عايز توديها اللي هو الفار جاي عشان خاطر خدمه الاهلي، طب ما هو على الاثنين. طب ما بيراميدز اكيد ليه كرات وليه وربنا كل الكهرباء دي. اسمع بس خلينا منصفين. اصل انا هقول الحق لو على رقبتي. قول. احنا ما بنخافش من حد ولا بنتهدد. احنا بنقول بنتشتم، ما بنقولش بنتشتم. فالحق هو اللي هيمشي على التخييم. ما حدش بيقول لك ما تقولش حق. قول الحق يا كابتن، قول الحق. كوره الكهرباء دي لو لبيراميدز هتحسب، اقسم بجلاله الله. ده انت لو جبت الخبير اللي هو العالمي اللي هو بتاع العالم وقلت له دي ضربه جزاء، يقول لك لا لو لبيراميدز مش للاهلي. يا كابتن دي باينه قوي يا كابتن. بص حتى ايدينا احمد سامي اللي على ايدك اليمين كمان. سيبك من الضربه نفسها. طب ما تشوف ايد كهرباء فين؟ الكهرباء ده حركه طبيعيه ان انا حركه. اشمعنى دي حركه طبيعيه وده؟ يا كابتن انا اللي قدامك يا حبيبي. ايه هو اللي قدامك وانا ما لمستكش ازاي؟ بص ايدي برضو في ايده مرفوعه. لا الثانيه. طب فين الثانيه؟ انت شايفها فين؟ بص ورجلي قبل اصلا دي كهرباء. يابا سيبك لو انتوا بص هتحللوها هتقول لي مش عارف ايه. احنا جايين احنا كابتن برنامج محايد مالناش دعوه. انا مش اهلي وزمالك. لا انا بتكلم على اللي مش محايدين. ماشي. واخد بالك؟ قول يعني دي شايفها مش ضربه جزاء؟ لا طبعا ولا ترتقي. انا بقول لك دي لو البيراميدز هتحسب. تحسب. كانت حسبت الكره بتاعت حسين الشحات اللي صدها من جوه في الماتش بتاع الكاس. كان الفار جابه اهو. كان في فار اهو. ايوه ما جابهاش. انت شفتها؟ لا احنا مش كنا قاعدين بنتفرج مع بعض؟ ما شفناهاش لان احنا دخلنا فلقينا والراجل ما عادهاش، ولقينا الحكم صفر ودخلت على الاحتفالات. بس دي تعادت كذا مره بتاع الكهرباء. ايوه تعادت، بس فين الفار؟ انا عايز الفار ياكد لي. اكيد اكد عليه كابتن، لان فكره ان هو يحط الكره على نقطه البنالتي. الفار اكد عليه في دي اكيد. طيب وبتاعت حسين الشحات انت بتقول ضربه جزاء؟ انا وجهه نظري. صح. وجهه نظري. طب استنى، الفار اكد ولا ما اكدش؟ وجهه نظري انا. الفار اكد ولا ما اكدش؟ ما تلفش. كابتن جهاد جريشه جه معايا يا عم ماليش دعوه. كابتن جهاد جريشه ما بيغلط. ما الكابتن جهاد بيغلط. كله بيغلط. بس انا بس كله ليه وجهه نظر يا حبيبي. ايوه يبقى ما انت عندك وفيها خطا. عندك الكابتن سمير محمود عثمان طلع قال لك ضربه جزاء. تمام. عندك الكابتن احمد شناوي قال لك ضربه جزاء. حلو. واخد بالك؟ طب لما دولت اللي هم بيحكموا بين الناس بالعدل في اختلاف بينهم، تصدق مين وتكذب مين؟ يبقى انا من وجهه نظري ما تدخلش حبيب التحكيم. نقطه خلاف. لا مفيش حاجه. بص انت لو في الملعب تبقى نقطه خلاف، لو انت اللي بتحكم. ليه؟ لان انت بتاخد القرار فين؟ في ثانيه. انما انت قاعد حضرتك بتعيدها مره ومره من هنا ومره من ورا الجول ومره من الطياره من فوق ومره من تحت رجل اللاعب، يعني بتشوفها من جميع الزوايا. صح؟ تمام. فلما اطلع قول حق ربنا. لا الاهلي هيدخلك الجنه ولا الزمالك هيدخلك الجنه ولا بيراميدز هيطلعك من النار. كله هتخش النار في الاخر يعني. الا كلمه الحق. لان انت دلوقتي بتدي للناس معلومه فيها اولان، مع انك انت قاعد وبتتفرج وبتشرب شايك وقاعد بتتكلم على بقى مش اللي في اوضه الفار. لا هم اللي قاعدين. لا والفار نفس الكلام. بص هو اللي الوحيد اللي له عذر الحكم. الحكم ليه؟ لان بياخد القرار في ثانيه. فانت لما هترجعه وتقول له تعالى شوفها وهو هيشوفها هيرجع في قراره. صراحه بستغرب ان فكره التشكيك ان في بالكلام اللي فكره عدم وجود فار انها على الفرقتين مش على اقسم بجلاله الله. مش للاهلي او لا اسمع بس. لو الاهلي خسر المباراه دي اقسم بجلاله الله كان هيتعمل اللي عشان تتعاد تاني عشان ما كانش في فار.
ازاي يا كابتن زي بتقول كده؟ الناس يا إزاي؟ جدع، الجبروت بتاعكم تعملوا اي حاجه الكلام ده كابتن